إن أهل العراق بالنسبة لنا أهل بلاد الحرمين، جزيرة العرب، المملكة العربية السعودية، بيننا وبينهم صلة ووشيجة قوية جدا. دعني أرجع إلى الوراء قليلا للتاريخ. فقهنا في هذه البلاد هو فقه الإمام أحمد بن حنبل. يا سلام. وإمام الإمام أحمد كما تعلم هو بغدادي. منهجنا في الحديث في طلب علم الحديث هو منهج الإمام أحمد أيضا. نهجنا العقدي عقيدة أهل السنة والجماعة هو إمام أهل السنة والجماعة، ونحن منهم والله الحمد والمنة. فعلى كافة المجالات نحن مدينون بالفضل لله عز وجل، ثم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم لعلماء الإسلام ومن أجلهم علماء العراق. دعني أنتقل إلى يعني نظرة أخرى أو مجال آخر الذي هو مجال القرآن. نحن نقرأ في هذه البلاد بقراءة حفص بن سليمان الكوفي، ورواية حفص هي قراءة لرواية عن قراءة عاصم بن أبي النجود أيضا الكوفي. فأيما توجهنا فنحن نتوجه بقلوبنا وبعلومنا إلى العراق. أيضا الإمام أبو حنيفة إمام الدنيا في الفقه، الإمام مثلا إبراهيم النخعي إمام الدنيا في من أئمة التابعين، الأئمة يعني الذين أثروا علم الشريعة كثير منهم من أهل العراق، ولا عجب، فهي عاصمة الحضارة وعاصمة الخلافة، أعني بغداد، وبعدها بعض الحواضر العراقية التي أسأل الله عز وجل أن يعيد إليها مجد